السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة عن رضا عبد العال وليه دايما هو ترند في مصر. قبل أي حاجة صلي بينا على النبي ويلا بينا. بص يا صاحبي، لو انت بتحب الكورة يبقى أكيد اتخانقت في يوم من الأيام بسبب اسم رضا عبد العال ده. ناس تقولك ده راجل عبقري وناس تانية تقولك ده هجاص بس دمه خفيف وبيحب الهزار. بس في الحقيقة الراجل ده لوحده حكاية كاملة. يا لهوي يا لهوي. من شوارع شبرا لنجومية الزمالك لأغلى صفقة في مصر لما راح للأهلي ولحد ما بقى ملك التحليل والترند. دي مش مجرد مسيرة كروية، دي مسيرة واحد واكل دماغنا كلنا. يلا بينا نحكي الحكاية من أولها وصدقني هتطلع تقول في الآخر ده فعلا دماغ مش سهلة. رضا عبد العال اتولد في شبرا في مصر، في حتة الكورة فيها مش رفاهية، الكورة هناك حياة. كان لسه طفل صغير بيجري في الشوارع بيشوط أي حاجة تيجي تحت رجله، طوبة، كورة شراب أو حتى كورة بلاستيك. بس من بدري الناس خدت بالها ان الواد ده رجله بتتكلم، دماغه فيها حاجة غير العيال اللي حواليه. دخل السكة الحديد، نادي صغير وقتها، بس الموهبة اللي كانت عنده خلت الناس كلها في الأندية الكبيرة تبدأ تبص عليه. الزمالك بقى لما شافوه قالوا لا ده مشروع نجم، وراح الزمالك. وهنا بدأت الحكاية الكبيرة. رضا عبد العال لما كان بينزل الملعب الدنيا كانت بتسكت، اللعيبة كلها واقفة مستنية تشوف هو هيعمل ايه. هو ما كانش من النوع اللي بيجري كتير، لا ده كان بيلعب بعقله. اللعيبة تجري حواليه وهو واقف مكانه، بكلمة واحدة بس يفتح الملعب كله. الجماهير حبته جدا خصوصا وهو بيلعب في نص الملعب وبيوزع الكرة كأنه بيغزل خيوط. لكن اللي قلب الدنيا كلها وقتها الصفقة الأشهر ساعتها، إن رضا عبد العال ساب الزمالك وراح لنادي الأهلي. الصفقة كانت حديث الشوارع في مصر كلها، الزملكاوية زعلوا جدا والأهلاوية كانوا في الأول متوترين بس بعدين قالوا الواد ده جامد وهيفيدنا. الأهلي دفع له وقتها رقم كان خرافي على أيامها، كانت واحدة من أغلى الصفقات في الكرة المصرية. ورضا عبد العال دخل الأهلي كأنه بيلعب في بيته وقدم مواسم تقيلة جدا، خد بطولات وما كانش فارق معاه مين بيشجعه أو مين ما بيشجعوش، هو عايز الكرة تحت رجله بس. ورغم نجاحاته مع النادي الأهلي عمره ما كان ماشي حسب القواعد التقليدية، دايما دماغه في حتة تانية، لدرجة إن هو نفسه قالها في كذا لقاء قبل كده: أنا بفهم في الكرة أكتر من المدربين نفسهم. وانا مش لعبت للنادي الاهلي اه. ولعبت نادي الزمالك والمسوا احسن مني. وهي دي بقى يا صديقي النقطة اللي دايما الناس كلها كانت بتختلف فيها، عبقري بجد ولا بيهزر وبيزودها. بس تعالى بقى أقولك على الحاجات اللي خلت رضا عبد العال ترند كل يوم. من المواقف الشهيرة ليه لما قالك لو دربت برشلونة هكسب بيه كل البطولات وانا مغمض، لان برشلونة مش محتاجة مدرب اصلا. ولما طلع يتكلم عن هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر في كاس العالم قالك كوبر مدرب بيعتمد على الحظ وجابنا كاس العالم بالصدفة، لكن لو لعبنا كورة بجد كان زماننا بننافس في كاس العالم مش بنروح نتصور هناك وبس. وفي مرة قالك لو خدت منتخب مصر 3 شهور هجيب بيه كاس العالم وانا قاعد على القهوة في شبرا. طب ما كوبر كان بيدافع 90 دقيقة يابا هو ده كان مدرب. وصل كان كاس عالم يا كابتن. هو كان بيلعب كوره، احنا نقعد نضحك على بعض ونقعد نقول لي انجاز وبنجاز في المجموعه دي اطلع المركز الثاني لسبب. اما عن اللعيبه طلع وقال ان رمضان صبحي ده لو لعب معانا ماتش في شبرا هينضرب لان هو ملوش فيها. رمضان مثلا تبص تلاقيه وهو ماشي كده تحس ان هو سكران مش قادر، واخد بالك. وبرغم الكلام ده كله رضا عبد العال في كل لقاء تحس ان هو دماغ، يحدف لك تصريح يولع بيه الدنيا ويركن ويسيب الناس تتخانق عليه ايام. في البرامج اللي بيطلع فيها دايما عنده كلمه مشهوره. رضا عبد العال دايما بيقول انا هقول رايي بكل صراحه واللي مش عاجبه ما يتفرجش عليا. يا عم يضربوا دماغه في العيد، انا ما اتفضل تقول لي ما مش عاجبهم ما يتفرجوش عليا. لا مش ما يتفرجوش. لا بص. ودي بقت جملته اللي مع كل برنامج بيخش يسيب بيها القنبله ويمشي. كمان موقفه مع الصحفيين والاعلاميين كلها نار. لما المذيع ساله ليه دايما ضد كل المدربين يا رضا، رد قال له علشان انا شايفهم ما يعرفوش حاجه في الكوره وانا شايف الكوره بطريقه تانية خالص. انا دايما بفكر قبل الماتش بيوم مش وقتها. ولما اتخانق مع محللين في الاستوديو قال لهم انا راجل بلعب كوره في الملعب وانتوا يا دوب بتحللوا على الكرسي وانتوا قاعدين، في فرق كبير بين اللي لعب وبين اللي قاعد. حتى لما اشتغل مدرب كان مدرب مختلف، درب فرق صغيره زي طنطا والداخليه وبني سويف، وكان بيطلع في كل لقاء يقول لك انا لو معايا اللعيبه الجامده اللي في الاهلي والزمالك كنت بقيت بطل الدوري بسهوله، انا مش محتاج غير امكانيات. ومع كل ده لما تيجي تبص على رضا عبد العال في اي حته هتلاقي الجمهور بيحبه. طب ليه؟ لأنه ببساطة بيتكلم زي الناس، دايما بيقول اللي الناس نفسها بتفكر فيه، بيهرج وبيستفز ويخليك تتفرج عليه للنهاية مهما اختلفت معاه.
حتى لما الناس تطلع تقولك عليه هجاص يرد ويقول طب لما انا هجاص انت قاعد بتتفرج عليا ليه كل يوم؟ وفي الاخر يا صاحبي تفضل حكاية رضا عبد العال شغالة لحد النهاردة. الراجل ما بيمرش يوم الا واسمه طالع في كل استوديو وعلى كل ترند. عبقري، هجاص، دمه خفيف، مطبلاتي، خبير، كل واحد فينا ليه رأيه. انما اللي متفقين عليه كلنا لما رضا عبد العال بيتكلم كلنا بنتفرج، وده في حد ذاته نجاح مفيش حد يقدر يعمل زيه. سيب لي بقى رأيك في الكومنت، رضا عبد العال ده عبقري ولا هجاص؟ وما تنساش لايك واشتراك للقناة علشان يوصلك كل جديد.